هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إذا فهي حواء. وظاهرة واضحة جدا ومش محتاجة تأويل ومش محتاجة أي حاجة. وهم دول اللي كانوا بيفسدوا. ما تفكر فيها حضرتك إن هي دي حواء، عشان كده هم دايما عندهم اقتناع إن هم جايين من أنثى مش من رجل. إن هي الأنثى دي هي النفس الواحدة، إن حواء هي الأنثى هي النفس الواحدة. عشان كده دايما عندهم اعتقاد بكده، بان هي الانثى الواحده ربنا سبحانه وتعالى خلق منها ادم. فبالتالي لما ربنا سبحانه وتعالى خلق منها اسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. في الحلقه ديت او الفيديو دوت هنشرح خلق ادم ومين هم إشارة الدواب، لأن في اختلاط في الأمر. يعني اختلط على أستاذ جهاد شارح يعني كبير جدا، له حجم كبير جدا في شرح معاني القرآن ومعاني كلمات القرآن. وبرضه الأستاذ إبراهيم بدر، لأن هما الاتنين أصروا إن إشارة الدواب أو إن في قوم آخرين كانوا موجودين قبل آدم، مش مجرد وحوش بتسفك في الدماء في الأرض. فمن كتاب الله هنثبت إن ما كانش في قوم قبل آدم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم البكم تعود على بني إسرائيل. ليه تعود على بني إسرائيل؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أكتر من موضع في القرآن عدم سماعهم لآيات الله ونذره، وإن هم كانوا أول من استخلفهم الله بكتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، كما في الآية: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأول من أخذ الكتب كان سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. دي الصحائف الأولى، الكتب الأولى اللي نزلت من ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم خلفه في الصحف والكتب سيدنا موسى. مين أول أمة استأمنها الله سبحانه وتعالى على الكتاب من كل الكتاب على سيدنا موسى؟ هم بني إسرائيل. فلذلك هم القوم الذين استأمنهم الله على الكتاب ولم يعملوا به ولم يسمعوا ما فيه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. إذا فهم سمعوا ولم يسمعوا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. يا أيها الذين آمنوا في آية تانية في موضع تاني. يا أيها ربنا سبحانه وتعالى دايما يحذر المسلمين والمؤمنين من إن هم يكونوا القوم المستخلفين بكتاب زي القرآن ويفعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل، إن هم ما يسمعوش. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يعني القرآن ما تسمعوش وتستهزأ وما تعملش بيه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. في نفس الآيات 20: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إذن ولو أسمعهم إذن لتولوا معرضين. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا مثال سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في الناس اللي خدت الكتاب وما عملتش بيه، الناس اللي سمعت من ربنا سبحانه وتعالى آياته وما سمعتوش ما عملتش بيه. فإذا ده من ربنا سبحانه وتعالى المثل بتاع بني إسرائيل، مش قوم قبل آدم. إيه اللي يثبت إن مفيش قوم قبل آدم كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إني جاعل للقوم في الأرض خليفة. يعني إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة، أي إني جاعل للأرض كلها خليفة وليس خلفا لأحد. الأرض سبحانه وتعالى خالقها هو مالكها، فالله جعلها خلفا لآدم من بعد الله سبحانه وتعالى. مفيش حد خلفها قبل آدم. فمن بعد آدم كان أولاده، ومن بعد نوح. والآيات اللي بتوضح دوت إن ربنا سبحانه وتعالى قال في الأستاذ جهاد بيستشهد بالآيات اللي بتقول: كما أنشأناكم من ذرية قوم آخرين.
ربنا سبحانه وتعالى في بداية سياق الآيات، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وانت لو عرفت سياق الآية هتعرف ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ايه بالظبط، من غير ما تحيد عن معنى سياق الآيات، ما تخرجش عن معنى سياق الآيات. ربنا بيتكلم هنا عن الدرجات، عن الرفعة، عن المكانة، ان كل قوم لهم مكانة. ازاي هثبت لك كل ده بالآيات؟ ان القرآن يفسر بعضه بعضا. الآيات أم الكتاب اللي مفيش فيها تشابه، مفيش فيها حيد أو تأويل، ما تحدش عن معنى الآيات، سياق الآيات ما تخرجش عنه. المهم نرجع للآيات عشان ما ناخدش وقت كبير. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، القرى كلها، القوم الذين فسدوا في الأرض. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات، درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأناكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في القرآن استخلاف القوم من بعد القوم. استخلف من بعد نوح قوم عاد، استخلف من بعد عاد قوم ثمود. قال الله سبحانه وتعالى عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يعني الخلف ممكن يبقى من قوم لقوم. وزادكم في الخلق بسطة، يعني الإنشاء ممكن يكون بعد الوجود، الإنشاء ممكن يتغير. أنشأكم كما أنشأناكم من ذرية قوم آخرين، يعني عاد تم إنشائهم إنشاء جديد من بعد قوم نوح، فاستخلف الله قوم عاد وزادهم في الخلق بسطة. وفي نفس الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لك معنى كلمة أنشأناكم من ذرية قوم آخرين في سورة الأعراف. وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وفي نفس سورة الأعراف برضه. وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلفاء من بعد عاد، خلفاء من بعد نوح، فدايما في خلف. لذلك الآيات بتوضح أن ربنا سبحانه وتعالى أنشأ عاد وثمود من قوم نوح، من ذرية قوم نوح. فقال الله سبحانه وتعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأناكم من ذرية قوم آخرين. ده معنى الإنشاء من ذرية قوم آخرين، إن زيادة في الخلق بسطة، وإن أنت ربنا سبحانه وتعالى جعل أكتر من شكل، جعل أكتر من إنشاء، ما جعلش إنشاء واحد. لذلك في أيام عاد قالوا لهود وما نراك اتبعك منا إلا أراذلنا. فدايما في تغير أو أطوارا، وخلقكم أطوارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فكان في أطوار، مش شكل واحد، مش هيئة واحدة، في أشكال كتير، هيئات كتير. أطوار يعني هيئات. ربنا سبحانه وتعالى كان خالقهم في خلق متعدد الشكل، مش شكل واحد. قوم عاد وفي الأرذلون اللي هم الأقصر طولا أو الأقل طولا. نأتي للجماع في الجنة، اللي هي يعتبر هبوط جغرافي، لأن ربنا سبحانه وتعالى أشار كذا مرة في الهبوط في القرآن: اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا. وعدى بهم بحر الأحمر وراح لجبل اللوز ووقف بجانب الطور الأيمن، الطور في سيناء، وعدى البحر وعدى جانب الطور الأيمن، الأرض المباركة. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. في جبل اللوز الحجر اللي مقسوم نصين لسه موجود لحد دلوقتي.
مقسوم إلى نصفين شطرين كاملين، يعني شطرين متساويين، أرض عالية ثم هبطوا. فلما يقول اهبطوا مصرا يبقى أنت قليت في حاجتين، في الجغرافيا المكان وفي المكانة. يبقى في المكان وفي المكانة في حاجتين. وهو الذي خلقكم من نفس واحدة. الله سبحانه وتعالى ذكر جميع مواضع الخلق التناسلي. سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. في سكون، في جماع، في جماع. فلما تغشاها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت. بعد موت قابيل وبقاء الابن الفاسد اللي هو قتل أخيه، ما ظلش غير الفاسد. أستاذ إبراهيم بدر بيفسرها تفسير تاني خالص، بيفسرها تفسير مغاير خالص لسياق الآيات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هناك حمل، بعد ما قال ربنا سبحانه وتعالى في ابني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. إذن هذا الكلام عام، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ابني آدم، هنا ابني دي مثنى، فإذا هم اثنان من الرجال. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إذن فهي حواء، وظاهرة واضحة جدا ومش محتاجة تأويل ومش محتاجة أي حاجة. وهم دول اللي كانوا بيفسدوا. ما تفكر فيها حضرتك إن هي دي حواء، عشان كده هم دايما عندهم اقتناع إن هم جايين من أنثى مش من رجل، إن هي الأنثى دي هي النفس الواحدة، إن حواء هي الأنثى هي النفس الواحدة. عشان كده دايما عندهم اعتقاد بكده، إن آدم خلق من النفس الواحدة وإسرائيل ابن آدم، فبالتالي هم يرون أن إحنا ولاد عمومة أو ولاد عم، لأن إحنا جايين من نفس النفس الواحدة اللي هي حواء. يبقى الموضوع معكوس معانا جدا في كل حاجة. يبقى مفيش ولا حديث شريف صحيح ولا آية كريمة بتثبت إن حواء خلقت من ضلع آدم. أقاويل، مجرد أقاويل فقط. فربنا سبحانه وتعالى يعني في القول الفصل، ربنا سبحانه وتعالى ما تركنا في الكتاب من شيء. ربنا سبحانه وتعالى بسط لنا الأمور خالص عشان ما نضطرش نأول كل حاجة ونمشيها على مزاجنا، لكن احنا برضو بنحيد عن سياق الآيات. ربنا سبحانه وتعالى ذكر التناسل، ذكر الحمل، ذكر ان كان في فساد، وبعدها هم طلبوا الصلاح، وربنا سبحانه وتعالى رزقهم سث في جميع. لو الناس بتحب دايما، معرفش ليه بس الناس بتحب تبص الإسرائيليات، خلاص في سث جالهم كتعويض عن قابيل، وبعد قتل كين لقابيل جالهم سث وخلاص. وآدم علمه الصلاح وعلمه كل حاجة كويسة وبس، وهو ده الصلاح. فلما ربنا سبحانه فلما آتاهما صالحا جعلوا له شركاء فيما آتاهم، لأن أولاد سيث أشركوا بالله. معروفة إن وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جاء بالطوفان وجاء بنوح والطوفان، لأن كان في فساد في الأرض وكان في عبادة أصنام، وكان في استعباد للبشر اللي هم أطوارا في الهيئات أقل. كان دايما الأقوى هو اللي بيستعبد الأضعف، فكان في فساد كبير جدا في الأرض. اللي هناك كمية كهوف وأشكال كبيرة جدا. ما هي دي بقايا هؤلاء القوم، بقايا القوم اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى، كانوا من البشر. ربنا سبحانه وتعالى خالق البشر أطوارا، وألغى الموضوع ده على مر الزمان لما رأى سبحانه وتعالى وكان يعلم سبحانه وتعالى. ولكن أن يعلم الله شيئا لا يعني أن يمنع الامتحان لهؤلاء البشر العمالقة. قوم إلا أن يدعوهم، إلا أن يرسل لهم داعية، فأرسل نوح وأرسل هود وأرسل صالح لجميع الأقوام العمالقة، ولكن مفيش فايدة. ربنا سبحانه وتعالى برضو يعني ربنا ذكر ان بعد عاد ربنا زاد ثمود في الخلق بسطة برضو. كلهم بشر، وربنا سبحانه وتعالى لم يذكر ان هناك قوم قبل آدم. قال إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى آدم ما جاش خليفة لقوم، جاء خليفة لله سبحانه وتعالى، لأن ده ملك ربنا سبحانه وتعالى، ملك الله سبحانه وتعالى. أول خليفة في الأرض
أول بشر في الأرض. يبقى الملائكة لما كانت بتتكلم عن مخلوقات غير آدمية، غوريلات، ديناصورات، أيا يكن، بس مش بشرية، غير آدمية، مش إنسان. والإنس هم إنس بني آدم وإنس بني إسرائيل. هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان، إنس وإنس، إنسان. يبقى مين اللي مذكورين في القرآن من الثقلين اللي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ومكلفين في الأرض؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنس أشمل من الإنسان، الإنس جميعهم. الإنسان فرقنا بين بني آدم وبني إسرائيل، وذكر ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يفرق بين بني آدم وبني إسرائيل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حواء، وخلق منها زوجها آدم، وبث منهما، لم يقل فيهما، لم يقل فيها، وبث منهما، وبث منهما. إذن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فلما آتاهما صالحا ثث وأولاده وذريته جعلوا له شركاء فيما آتاهم. فما فيش حاجة اسمها قوم غير البشر، ما فيش حاجة اسمها قوم قبل آدم، ما فيش حاجة اسمها قوم غير الإنس والجن. لم يحضر خلق السماوات والأرض من الجن غير كان ملك من ملوك الجن وهو إبليس. ويجب أن تعلموا إن ما كانش إبليس هو اللي بيوسوس آدم في الجنة، ولا بيوسوس لحواء في الجنة. وليه احنا بنعتقد في دوت؟ لأن طبيعي إن إبليس خرج من الجنة وهبط لما عصى أمر السجود من ربنا سبحانه وتعالى. ولازم تبقى عارف إن نزع اللباس هو سبب هبوط الجن كلهم للأرض مع آدم. اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، بعد أن دل جنية وجني كلا من آدم وحواء فدلاهما بغرور لمكان الشجرة الكبرى وأكلا منها فظهرت سوآتهم وكان شيطانين من الجن خادمين لإبليس. ونحن نعلم أن فعل الأكل هو ما جعل الملابس تطوف أو تنتزع، هو جعلهم يأكلوا لينزع عنهما لباسهما. وهناك سببين، إما الثمرات وإما الشجرة. الثمار تأتي بطاقة معينة للجسد فيجعل اللباس ينتزع أو يطفو، وإما الشجرة إذا قطعت منها ثمرة تجعل المكان حولها مضاد للجاذبية فيطفو اللباس، فلم يجدوا غير ورق الشجر ليغطوا به عوراتهم. فدلاهما بغرور. عمل إيه؟ كل اللي عمله مش وراهم، مش عمل قدامهم، هو وسوس لهم، فوسوس لهما الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى في أكتر من موضع يشرح لك قوة الجن إن هم نار، مارج من نار، مختفي، ويرونك هو وقبيله من حيث لا ترونهم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، شاركهم في الأموال والأولاد. نيجي الحلقة تانية في قوى الجن نبقى نتكلم في الموضوع ده. لكن دلوقتي أنا بحاول أشرح إن مش إبليس اللي وسوس. إبليس خرج من الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بمجرد إن آدم ما تسجدلوش إبليس خرج من الجنة. يبقى مين اللي كان بيوسوس له؟ بقية الشياطين. ربنا سبحانه وتعالى دايما يقول هو وقبيله حزب الشيطان، والشياطين مش شيطان، مفيش شيطان واحد، هم مش واحد. وهم اللي عصوا ربنا سبحانه وتعالى مش واحد، لأن دايما العصاة من الشياطين من الجن يسمون شياطين، فهم اللي عصوه ما كانوش واحد، كانوا حزب مش واحد بس. ودوت فيه أدلة كتير عليه بس مش وقته برضو. لما نيجي لقوى الجن نبقى نتكلم فيه، ولما نيجي لبني إسرائيل نبقى نتكلم في يعني إيه إسرائيل، لأن الكلمة عربية مبينة ولكن لها احتمالين. لكن ده ملخص آيات ذكر النفس الواحدة، القوم، إن شر الدواب. وحواء كانت مسلمة وكانت من البشر. الأصل في القول إن إحنا نقول إن آدم
خلق من حواء مش العكس، لأن احنا خلقنا من نفس واحدة بنص القرآن، بنص كتاب الله، بنص كلام الله سبحانه وتعالى. هذه كانت حجة. اللي هيجي بحجة أقوى أنا معاه، أنا هتبع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. المعاني اللي هتعطل معايا بلجأ للغة العربية، وأنزلناه قرآنا عربيا مبين. ودي حلقة تانية برضو أو فيديو تاني عن اللغة العربية وأصل اللغات إن هي لغة آدم، لأن في فيديو هسيبه لكم في الديسكريبشن أو في أول تعليق يشرح إن لغة آدم كانت اللغة العربية، وهي أول لغة وآخر لغة ربنا نزل بيها رسالة للبشر، مش مجرد قول اعتباطي او كده. الفيديو اللي موجود في الديسكريبشن ده يشرح له حاجات كتير جدا عن الموضوع ده. صممه احد يعني الاشخاص الرائعين الموجودين على اليوتيوب، وجزاه الله خير في البحث ده. ان الحبشيه والحميريه والاراميه وكل الحاجات دي اصلا مجتزه، والهيروغليفيه ايضا مجتزه او منشقه، او فيما معناه ان الخطوط كلها تشبه خطوط اللغه العربيه. وبدليل ان في، يعني هوريك لكم مثلا على سبيل المثال صورة دلوقتي فيها تقريبا كلام كتير جدا من بقية اللغات شبه اللغة دي. ف ده مما فتح الله علينا، ومن مساعدة كتير جدا من الناس على اليوتيوب بتشرح وبتحاول تستنبط وتستنتج معاني الكلمات المخفي اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم بيه على بعض عباده مش كل عباده، لأن القرآن كنز ربنا سبحانه وتعالى ما بيدوش لأي حد. ربنا يجعلني من الناس اللي تستفيد من العلم ده. القول الفصل في الموضوع دوت ان شاء الله. لو في اي حد عنده رأي انا تحت امركم، يعني انا بحب جدا النقاش في الحاجات دي، واحب جدا ان حد يرشح لي حاجة انا ما خدتش بالي منها او غفلت عنها. لكن ان شاء الله بآيات القرآن يعني كل حاجة بتبقى اسهل. اللي هيجيب لي حجة بآيات الله ده انا هتبسط جدا وهقتنع يعني، وان شاء الله بعمل لها فيديو تاني. لكن ده القول الفصل لحد دلوقتي، ودي الحجة الأقوى لحد دلوقتي في قول القوم قبل آدم، أو في قول أن النفس الواحدة غير بشرية، أو أن الخضر غير بشري، أو أن الناس دي كلها غير بشرية خالص. هي ناس وإنس، مش غير بشرية ومش غير إنس، هم كلهم ناس من جنس واحد. الله سبحانه وتعالى لم يقول من ذرية قوم، من ذرية جنس آخرين، هو الذي أنشأكم من ذرية قوم آخرين، قوم البشر. فشوفكم على خير، وإن شاء الله يكون في استفادة، وأعوذ بالله أن يرمى بي في جهنم بعد أن تنتفعوا، ويا رب تكونوا انتفعتوا. أشوفكم على خير. والفيديوهات أو الفيديو الجاي إن شاء الله عن بني إسرائيل، وبعده قوى الجن، وبعده إن شاء الله عن اللغات وأصل اللغة العربية، وأن اللغات كلها مشتقة من اللغة العربية. السلام عليكم. 5000 لغة دول، كل لغة طلعت لوحدها كده ما تقربش للتانية خالص، ولا في علاقات بينهم؟ لابد في علاقات بينهم، بدليل مثلا اقعد افكر في كلمة عربي زي كهف الاقيها في الانجليزي كيف، في الفرنساوي كاف، وفي الايطالي كافا، وفي اللاتيني كافوس. الله، دي حاجة غريبة قوي. مثلا نبيل، في نوبل وفي نوبيلس وفيه نوبل، يبقى برضه غريبة. يعني الانجليزي نوبل، فرنساوي نوبل، في اللاتيني نوبيلس، العربي نبيل. طيب ايه الحكايه؟ قصر مثلا في كاسل، قصر، وكاسل وكاستيلو بالايطالي. مثلا كلمه زي القسط، القسط يعني بالعربي العدل، نلاقيها في الانجليزي جاست، في الفرنساوي جوست، في الايطالي جوستو. يبقى اذا في حاجه بقى. السكر شوجر، سكر، زكر بالالماني، زكوره بالايطالي. ايه برضه حاجات غريبه دي. دي بقى حكايه. طب مين خد من مين؟ الارض مثلا بالالماني ارد، انجليزي ارث. واضح ان في علاقه بين الثلاثه، ارض ارد ارث. طيب اذا كان الحال بالشكل ده، يبقى مين خد من مين؟ مين اللغه الاصل؟ هل في لغه تسلسلت منها وتنوعت اللغات كلها؟ ده السؤال الكبير اللي جماعة بتوع اللغويات عاكفين عليه. طبعا في شلة أصحاب مصلحة دخلت على الحكاية دي، نعرف إنها اسمها مكة. لا، ده القرآن بيلفت نظرنا إلى الاسم القديم واللي موجود في الهيروغليفية، زي ما جاب حكاية قسورة وهي اسم الأسد بالحبشي، باللغة الحبشية، كذلك مكة اسمها الهيروغليفي بكة. بصوا يا حبايب قلبي، القناة دي معمولة لوجه الله تعالى،
مش محتاجين اي ربح من اي حد، مش محتاجين اعلانات. هتلاحظوا ان مفيش ولا اعلان على القناة. فالكومنتات اللي ملهاش لازمة بتاعت شكلك وانت مش مجالك والحاجات دي كلها، انا ما بفتحش عشان اخد حاجة من حضرتك. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي انزله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مفيش فضل من احد لاحد سوى بالايمان وبتقوى القلوب. وربنا سبحانه وتعالى قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فما تجيش حضرتك تقول لي مش مجالك وشكلك الحاجات الغريبة دي. تمام، اللي عايز يستفيد اهلا وسهلا، اللي مش حابب ومش عايز يعرف التوضيحات والتفسيرات او الخواطر زي ما قال الشعراوي اللي بتيجي عن كتاب الله سبحانه وتعالى وبعض التفاسير اللي موجودة على اليوتيوب والبحث فيها، بنسرد لكم ايه اصح قول او اي انسب قول للمنطق والحجة، وان انت ما تبقاش تسمع وخلاص. استاذ ابراهيم لو جه اداني حجة قوية منطقية اكتر بكلام الله سبحانه وتعالى وتوضيح كلام الله، انا تمام همشي معاها. وبرضو استاذ جهاد لو قال حجة منطقية اكتر انا برضو همشي معاها. الموضوع كله ما فيه هي الحجة من كتاب الله مش من دماغي. طالما ما الكلام مش جاي من دماغي وتوضيحات المعاني مش جاي من دماغي بل من المعجم واللغة وتفسيرات اللغة او توضيحات معاني اللغة، يبقى احنا ماشيين في الطريق السليم بتاع الحجة والمنطق والعقل اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بيه كلنا.